عايزة تعملي جاتوه سهل وسريع وكمان في الخلاط مش هياخد معاكي اي وقت نهائي، بدون اي افتكاسات بدون اي تعقيدات. هتعمليه في الخلاط بكل سهولة. بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معناه ايه. اول حاجة هنجيب الخلاط بتاعنا هنحط فيه كوباية من اللبن او الحليب على حسب ما بتسموه في البلاد العربية. هتبقى كوباية كاملة، وسعة الكوباية اللي انا شغالة بيها 200 مللي بالظبط. بتحطي عليهم كوباية من السكر الحبيبات، وبعد كده معايا معلقتين من الكاكاو الخام، بتشتريه من عند العطار او مستلزمات الحيواني. تشتريه سايب كده زي ما انت عايزة، تحطي معلقتين كبار من بتوع الاكل. وبعد كده هنبدأ ان احنا نحط عليهم كوباية كاملة من الزيت. تقدري ان انت تشغلي على المكونات دي وتنزلي بالزيت واحدة واحدة على المكونات، وتقدري ان انت تحطيه من اول الوصفة زي كده وتضربيه مع كل المكونات، بيدي نفس النتيجة برضو. هنضربهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده هنبدأ ان احنا ناخد كوباية، نفس الكوباية اللي احنا عايرنا بيها المقادير، بنملاها على اخرها من الصوص ده، بتقلبيه تقليبة كويسة كده علشان يبقى ناعم معاكي، وبتركنيه على جنب. بتاخدي بقية المكونات اللي في الخلاط وبتحطي عليهم باتنين بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وعليهم باكت من الفانيليا. وتقدري ان انت تستغني عن الفانيليا في الوصفة دي، لان كده كده كيك الشوكولاتة بيبقى طعمه حلو من غير فانيليا، بس احنا بنحطها تأكيد كده برضو علشان البيض. حطيت عليهم كوباية من الدقيق، وهنا الدقيق بيبقى حوالي 120 جرام، يعني الكوباية بتبقى حوالي 120 جرام من الدقيق. وعليهم باكت من البيكنج باودر اللي هو معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر. طبعا انا هنا مستخدمة دقيق اللي هو بتاع الكيك. لو حضرتك بتستخدمي اي دقيق مش عارفة نوعه او مصدره ايه، بتحطي دقيق واحدة واحدة علشان القوام ما يتقلش معاكي. لكن لو القوام خفيف معاكي شوية بتقدري ان انت تحطي معلقة دقيق. لو لقيتي يعني لا قدر الله الوصفة تقيلة معاكي قوي، تبدأي ان انت تحطي معلقة حليب بمعلقة حليب لحد ما توصلي للقوام اللي انت حضرتك شايفاه ده. خلاص كده هو ده القوام المطلوب. بجيب بقى الصينية الوسطانية في الطقم اللي هو المستطيل، بيبقوا 3 صواني كده فوق بعض، بتاخدي الصينية الوسطانية. ولو عايزاها أعلى من كده بتاخدي الصغيرة. بس السمك ده كان حلو قوي وبيطلع معاكي 12 قطعة من الجاتو. بعد ما بنبتدي ان احنا نصب الخليط بتاعنا، بنكون مسخنين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180. قبليها ب10 دقايق بتبدأي ان انت تحطي الصينية في الرف الوسطاني على الشبكة لحد ما تكتمل السوا بتاعها. بتختبريها بقى اول ما تشمي ريحة الكيك كده بتبدأي ان انت تختبريها بعصاية شيش طاووق كده من النص، علشان النص ده بيكون اخر حاجة بتستوي في الكيك بتاعنا. بتحطي ورقة زبدة أو ممكن تدهني الصينية بس، وتبطنيها بشوية من الكاكاو علشان لو بطنتيها بدقيق هتبقى لونها أبيض من تحت. بنبدأ بقى نسيبها تبرد تماما، سيبتها تبرد خالص خالص. أهم حاجة إنك لازم تسيبيها تبرد. لو حطيتي الصوص عليها وهي دافية أو وهي سخنة، الكيكة هتشرب الصوص ده ومش هيبان على الوش نهائي. ابتديت ان انا اقلبها بعد ما بردت تماما زي ما قلت لحضرتك، وشلت ورقة الزبدة بكل سهولة. وبعدين هبتدي بقى اجيب الكوباية بتاعة الصوص وتقلبيها كويس جدا كده علشان تمزجيها كده مع بعضها كويس جدا. وبتبدأي ان انت تحطيها على الوش وتسويه. طبعا الصوص ده تقدري ان انت تعمليه من غير ما هتعملي كيك خالص او جاتو او اي حاجة، وتستخدميه لأي حاجة. هو اقتصادي وفي نفس الوقت طعمه حلو جدا. تبدأي بقى ان انتي بالمعلقة كده تسويه وتظبطي الوش بتاعك قوي. وبعد كده بقى بتبدأي ان انتي تقطعي الجاتو بتاعك او الكيك بتاعك على حسب ما انتي عايزة. تقدري ان انتي تقطعيه مربعات بيدي معاكي كمية اكتر من كده، بس انا قطعته زي قطع الجاتو بالظبط. بدأت بقى ان انا اقطعه كده من النص، وكل نص هقسمه تلات قطع. يعني النص الواحد بياخد 6 قطع، 3 فوق و3 تحت. بس في الاخر خدت الاطراف كده وسويته علشان كله يبقى سوا واحد. هي الاطراف طريه وكل حاجه، يعني تقدري ان انت تسيبيها برضو، بس انا خدتها كده من الاطراف علشان الشكل بس مش اكتر من كده. تقدري تسيبيه على كده، وتقدري بقى ان انت تجيبي شويه كده. جبت شويه كده من الفستق وحطيتهم على الوش، والكريز قطعته قطع صغيره وبدات ان انا احطها فوق الفستق. تقدري تحطي شويه جوز الهند، تقدري تسيبيه ساده، تقدري تحطي عليه شويه فول سوداني مجروش، اي حاجه انت عايزاها واي حاجه متواجده عندك او متوفره عندك.
جربيه بنفس الطريقة وبنفس المقادير وإن شاء الله هينجح معاكي، وبألف هنا وشفا مقدما إن شاء الله للي هيجربه، وربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب. شايفين الجمال؟ حاجة كده تحفة جدا جدا جدا. إن شاء الله مستنية التطبيقات بتاعكم، وإن شاء الله بإذن الله هيعجبكم بإذن الله. وهسيبلك المقادير اللي أنا استخدمتها النهاردة في صندوق الوصف بإذن الله. بس عاوزة أقولك هنا، لو أول مرة بتشوفي القناة بتاعتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. متنسيش تحطي لايك للفيديو، ومتنسيش تعليق من ايديك الحلوين. وبكده أكون خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة. أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة على ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.